الوطن العربي وانتقلت إلى أوروبا وانتقلت في كل مكان في العالم. شاهدنا الاحتفالات في قطر، في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في عمان، في الكويت، شاهدناها في مصر، شاهدناها في فلسطين، شاهدناها في الأردن، شاهدناها في مختلف الدول العربية وغير العربية، بل أن المغاربة تصور اليوم يومهم حتى الصباح، لأن هذه الفرحة أول حاجة لابد أن نعرف أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور ال16 أول مرة في تاريخه عام 1986، وكان آنذاك في المكسيك. بعد 36 سنة تقريبا المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ال16، وبعد 36 سنة المنتخب المغربي لأول مرة في التاريخ يتأهل إلى دور الثمانية. وين وأين ومتى؟ في الدوحة قطر، خلال المونديال المنتظر الموعود للشرق الأوسط. اللهم لك الحمد أن عندنا منتخب عربي استطاع أن يحقق حلمنا، أن يكون عندنا منتخب وصل إلى دور الثمانية، وهذا إنجاز ليس بالبسيط، وهذا الإنجاز ليس بالسهل، وهذا الإنجاز الصعب اللي يستطيع أن يحققه هو الفريق الصعب. وبالتالي اليوم المنتخب الإسباني وجد أمامه رقم صعب، وجد أمامه جمهور مكتظ مشجع مؤازر عاشق محب ويأزر ليسود الأطلس. ألف مبروك لإخواننا في المغرب، ألف مبروك للشعب المغربي، ألف مبروك للقيادة من ملك وشعب صغير وكبير، ألف مبروك لإخوان المحللين بدون استثناء، ألف مبروك للفرحة الجنونية اللي شفناها في أشرف اليوم، ألف مبروك للفرحة الجنونية الأكثر أيضا عند أسامة بن عبد الله عندكم جميعا. فمبروكين يا شباب المغرب. الحمد لله. الله يرحم والديك يا أبو جاسم، ليلة رائعة بكل معنى الكلمة، فرحة الجميع، مبروك علينا جميعا. عشنا يوم تاريخي صراحة، لحظات كانت رائعة مع الجمهور الرائع مع اللاعبين. كنا نقول دائما إنه هذا المونديال مختلف لأن عندنا دعم الجمهور، والحمد لله المنتخب المغربي استغله أفضل استغلال. كانت مباراة صعبة جدا أمام إسبانيا، لكن المدرب وليد الركراكي عرف كيف يقرأها. حتى الدفاع كان لم يكن متأخر، لم يكن متقدم، في نهاية الأمر عرف الخطة الرائعة من أجل خوض هذه المباراة، والحمد لله والشكر لله. الحلم يتواصل، الحمد لله الحلم صار حقيقة. الحلم يتواصل، ويعني صعيب نعودوه في القريب العاجل، لأن مونديال إلا إذا نظمنا المونديال في المغرب وكان عندنا فريق في نفس المستوى، وبالتالي نعيش لحظة تاريخية بمعنى الكلمة، لا من حيث البلد الذي ينظم كأس العالم، من حيث المدينة. يعني 4 مباريات كل يوم، يعني تبقى كأس العالم في قطر استثنائي، ولا أظن أننا سنعيده بعد قرن، لا أظن بكل صراحة، إلا إذا أعادت قطر ونظمت كأس عالم آخر بعد 30 أو 40 سنة لا أعلم. ولا يمكنك أن تلعب مباراة في كأس العالم أمام 50,000 متفرج من مشجعيك، لا يمكنك أن تلعب مباراة في كأس العالم كما لو لعبتها في الدار البيضاء. وبالتالي يوم تاريخي، وأشكر وليد الركراكي بكل صراحة الذي أدخل مرة أخرى للاعبي المغاربة مهووسون بالكرة، مهووسون بلعب الكرة وبمداعبة الكرة، الجهاد والقتال لمدة 120 دقيقة. إن الفريق الإسباني اليوم كان فريق قوي جدا. ناصر الشمراني، اليوم المغرب لعبوا على أرضهم وبين جمهورهم، الكل معاهم اليوم فعلا يلعبوا على أرضهم. نبارك للمنتخب المغربي، نبارك لأنفسنا قبل نبارك للمغاربة. بصراحة احنا نشوف بغض النظر عن ذا كله كأس عالم استثنائي، وصول منتخب عربي. اليوم نشوف الاحتفالات للاخواننا المغاربه في الدوحه وكانهم في المغرب، وحتى العرب اللي موجودين سواء عرب خليجيين كلهم يد واحده اليوم مع اخواننا المغاربه. الصراحه فوز، يعني ما بقول انه فوز استثنائي بمعنى الكلمه، فرحه لجميع الشعوب العربيه، يستاهلون، وباذن الله يكملونها باذن الله قدام البرتغال. طلحة، نعم، انبسطت في اللقاء والجمهور والمتعة الحقيقية لكرة القدم اليوم؟ طبعا جميل جدا. أول شيء ألف مبروك للمغرب وجماهير المغرب والجماهير العربية وكل من آزر وشجع المنتخب المغربي. فرحة هستيرية طبعا. المغرب يعني مشكورين بصراحة، المنتخب المغربي عيشوا له أكثر من فرحة. كثير من المناسبات الرائعة واللحظات الرائعة عشناها إحنا في مونديال قطر، ولكن المنتخب المغربي طلبنا منه نقطة أمام كرواتيا كان قريب من الفوز، طلبنا منه نقطة أمام بلجيكا فاز، قلنا نقطة أمام كندا عشان نوصل ل5 نقاط، فاز على كندا وأعطانا 7 نقاط، تأهل وهو متصدر للمجموعة، والحظ جمعه بالمنتخب الإسباني ومع ذلك فاز. يعني شكرا للمنتخب المغربي بصراحة. الأداء اليوم اللي قدمه المنتخب المغربي أداء بيرفع الرأس.
أي نعم لم نسيطر على الكرة، ولكن في النهاية لعبنا بالمنطق، لعبنا بما تقتضيه كرة القدم، أن نقدم قدمنا ما شاء الله. كل خط تفوق على الخط اللي أمامه، كل لاعب تفوق على اللاعب اللي أمامه، لدرجة أن هناك لاعب تفوق على لاعبين وثلاث من الخط اللي أمامه، سفيان مرابط وخط وسط إسبانيا كامل. هذه المقارنة اللي تمت. مبارك للجماهير واللاعبين، والكلام والثناء بصراحة لا يمكن أن يوصف الإنجاز اللي صنعوه اليوم المغاربة. جمال مبارك، خالد مبارك الكل يعني حق الأمة العربية والأمة الإسلامية. توقعت المغرب تفوز؟ صراحة ما توقعت خالد، يعني جابوا الفريق اسبانيا، فريق اسبانيا في الفرق اللي قدم مستوى مميز، الفريق الوحيد. متى بديت تحس ان المغرب موجود على ارض الواقع وممكن يفوز؟ خالد الصراحة أنا أتكلم بواقع، أنا دريت المغرب بيفوزون الهجمة اللي ضاعت لآخر شيء. هذه الهجمة من ضاعت قلت الحمد لله، هذه كرة المباراة صراحة. فالحمد لله فاز المغرب. خالد الأمة العربية كلها مستانسة. خالد دائما احنا نقول البطولة هذه يا جماعة الدول العربية تعتبر كأن كل واحد بديرته، دليل على هذا الجمهور اليوم بالملعب. الجمهور اليوم قطع على الكل، يعني يفرحونا في منتخب المغرب، أول فريق عربي تأهل حق الدور الثمانية. هذا يعني مو هو خاصة حق المغرب بس، عامة حقنا احنا كعرب والأمة الإسلامية الكل مستانس، الكل مرتاح. احنا أمس نقول لك اليوم أعيد لك أقول لكم المغرب سعادة صراحة. المجهود والروح والقتال والإصرار الموجود داخل الملعب على جميع اللاعبين والتركيز جميع اللاعبين الاحتياط كلهم داخل الملعب، حتى الجمهور خالد لآخر دقيقة الجمهور قاعد يشجع ويصارخ على اللاعبين. 4 لاعبين تعاوروا مع بعض والتبديل، مدرب غير تبديلات، سيطر على الملعب، رد من جديد وردوا آخر 10 دقائق الشوط الثاني. لعبوا مباراة كبيرة يعني مباراة استثنائية خالد، وهذه المباراة اللي احنا نتمناها حق الفرق العربية ولله الحمد قدرنا نتأهل، وهذه فرحتنا وفرحة العرب كلهم لله الحمد. محمد. خالد، أول شيء مبارك حق منتخب المغرب وحق جميع المغاربة وجميع العرب هذا الفوز الاستثنائي. المغرب اليوم لعبت مباراة تكتيكية كبيرة، نعم ما سيطرت على الكرة ولكن لعبت مباراة تكتيكية، لعب المدرب على المعطيات اللي عنده، قدم مباراة دفاعية كبيرة. منتخب المغرب توصل اليوم دور الثمانية بدون ولا خسارة في المونديال، شيء مش بسيط، شيء مش طبيعي. كانوا رجال اليوم في الملعب، افرحونا كلنا مبسوطين في كل مكان، حتى خارج انا جاي اليوم اشوف مقاطع حتى في اوروبا، جماهير اوروبيه سعيده لفوز المغرب طبعا، وهذا شيء جدا جميل، فمبارك لهم وان شاء الله باذن الله نشوفهم في النهائي باذن الله تعالى. لا تنسى ان لعيبه المغاربه عموما لهم جمهورهم في اوروبا، نعم محترفين في اوروبا. حكيم. اولا نقول مبروك لاسود العرب. اليوم شفنا منتخب كان حاضر ذهنيا، كان صامد دفاعيا، شرس مقاتل، رسم تكتيكي محكم منضبط تكتيكيا. وليد الركراكي كل مرة كل مباراة إلا ويعطينا الجديد في قراءته التكتيكية في ترتيباته سواء على الناحية الدفاعية أو الهجومية. اليوم شفنا دفاع مستميت ولكن عارف المهمة اللي كان ماشي لها، ما في زيادة في اللعب السهل الممتنع الشرس القتالية الانضباط. رغم أنه المنتخب الإسباني استحوذ ب 1020 تمريرة، لكن كل الفرص الخاطرة للتهديف كانت من نصيب المغرب. يعني لما نشوفوا مباراة أنه صحيح أنه كان فيه كتلة دفاعية أو بلوك دفاعي متموج، مرة تحت بعدين في المتوسط والعالي، لكن اليوم نقول أنه المنتخب المغربي أصبح من بين أحسن المنتخبات في العالم. النضج التكتيكي لهذا المدرب يجب أن يدرس في الأكاديميات لكرة القدم. أحمد الرواس. يا خالد ألف مبروك المغاربة في كل مكان في العالم، في المغرب وداخل وخارج المغرب، في كل مكان يوجد في مغربي ألف مبروك صراحة. وما فخر العرب وسود الأطلس مثل ما لقبوهم، ونفس الشيء أحييهم بالتحية يحبوها إلى الأمازيغ وإلى أفريقيا وإلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. هذا التحية للجميع. من البداية أنا راهنت على هذا الفريق، لما راهن عليه تعاطفا كعربي معي، راهنت على قدرات هذا الفريق الفنية البحتة والعميقة اللي شاهدتها من بداية البطولة، وأنه قلت لكم هذا الفريق حصان الأسود أثبت اليوم مع أعظم فريق استحواذ في الكرة في بطولة كأس العالم هذا، مع حلول غير طبيعية. حاول المدرب جميع الحلول أنه يسجل الهدف ما قدر. يعني نشوف كم المحاولات، شغل أجنحة، شغل استحواذ مع يعني اللاعبين في اعظم انديه عرفتها كره القدم، ريال مدريد وبرشلونه، واللي المغاربه كلهم يحبون. بمعنى هذا الفريق قادر يوصل بعيد، ونحن قلنا وان شاء الله مع المباراه القادمه اصعب، لكن المباراه القادمه قادر يلعب فيها احسن من هذه المباراه، لانه هذه هي اعظم مباراه اصعب له واصعب عقبه واجهها المغرب.
عموما صراحة اليوم الجميع فرحان. بعض الأحيان إذا فرحت ما تقدر تعبر عن مشاعرك، بس مشاعرنا 90 دقيقة سيترجمها المغاربة في أعلى منصات إن شاء الله. حمزة من المغرب، مبروك.